في عام 2007 جاءت منظمة راند الأمريكية والتي تعتبر من أكبر المنظمات الفكرية حول العالم، فقامت بعمل اجتماع سري لمشروع هدفه القضاء على الإسلام الحقيقي من خلال المسلمين أنفسهم. وكان المشروع تحت عنوان بناء شبكات مسلمة معتدلة. يهدف هذا المشروع إلى بناء دين إسلامي جديد مخفف يتناسب مع الغرب، وعليه يسهل التحكم به والسيطرة على أتباعه. تخيل أن المؤسسة أصدرت تقرير من 217 صفحة بخصوص هذا المشروع، لدرجة في التقرير يوجد شابتر أو وحدة بها 10 أسئلة بإجابتك عليها يتم تصنيفك ومعرفة درجة إيمانك. تخيل. فصنف التقرير المسلمين إلى 4 أصناف، أنت بالتأكيد ضمن واحدة من هذه الأصناف التي سأذكرها عليك، وأتمنى أن تكون من الصنف الأول. أول صنف هم المسلمين المتمسكين بدينهم المتبعين له المحافظين عليه الذين يحتكمون إلى القرآن والسنة وإجماع علماء الأمة. هذا التصنيف القوي هو تصنيف المسلم الحقيقي، وسمى التقرير هذا التصنيف بالأصوليين، يعني أصحاب الأصل. هذا الصنف وفق التقرير استهدافه صعب جدا لأن لديه عقيدة راسخة وعلم قوي بدينه. المهم، ثاني صنف صنفوا به المسلمين وفق التقرير هم الأشخاص الذين ولدوا مسلمين ويقومون باتباع الدين بشكل أعمى ولم يدرسوه ولا يعلموا عنه إلا ما عايشوه، فتم تصنيفهم بالتقليديون، يعني من التقليد. هذا التصنيف هو أغلب المسلمين اليوم ولدوا في عائلة مسلمة ولكنهم لم يعطوا أنفسهم وقت لدراسة دينهم وفهمه. هذا التصنيف المستهدف وفق التقرير. ثم صنفوا التصنيف الثالث الخطير وهم المسلمون الذين لا يعجبهم الدين الحقيقي ويكرهون الأصوليين، وعليه تجدهم يفسرون القرآن والسنة بتفسير يتماشى مع مصالحهم. وسمى التقرير هذا الصنف الثالث بالحداثيون أو المجددون، يعني من يرغبون بعمل دين جديد. هذا الصنف أخطر نوع وهو سلاح منظمة راند الأمريكية، لأنه من خلاله سيتم تغيير تفاسير القرآن الكريم والسنة النبوية مع الأسف. وأنت الآن لو فكرت لوهلة سيخطر على بالك دعاة كثر تجدهم على الشاشات وتعجب بكلامهم، ولكنك ستلاحظ أنهم يقومون بتفسير القرآن الكريم والسنة النبوية وفقا لمصالح الغرب، وعليه هم مجددون أو حداثيون كما صنفهم تقرير راند. والخطة ببساطة أيها الحبيب أن يقنع الحداثيون التقليديون بكره الأصوليين. يعني أول شيء يجب هدم صورة الأصوليين أصحاب الدين الحقيقي المتمسكين به، وبعدها يقوم الحداثيون بتغيير الدين ووضع تفاسير جديدة للآيات القرآنية والأحاديث النبوية تتماشى مع الغرب، وفي النهاية سيقوم أغلب المسلمين التقليديين بتقليدهم، وهكذا ضاع الإسلام. وبالفعل يا صديقي بدأ المخطط بالتنفيذ. أولا، تشويه الأصوليين. قاموا من خلال وسائل الإعلام المختلفة لجعل صورة المسلم الملتزم بأوامر الله عز وجل أنه إرهابي رجعي متخلف، فتجدهم في الأفلام والمسلسلات يظهرونه هكذا، ويظهروهم بألفاظ غريبة مثل ثكلتك أمك، وأنهم غليظين، ويظهرون أن المسلم المنقبة تمارس كل أنواع الرذيلة تحت نقابها. والمحصل أن هذا التأثير الغير مباشر من خلال الإعلام أثر في وعي المشاهد، فتجد اليوم كل شخص ملتحي ملتزم بأوامر الله عز وجل الغير محبب لقلبك تشعر أنه غليظ همه النساء والزواج فقط كما صور لك الإعلام. هم في الحقيقة أبدا ليسوا كذلك، بل هو تأثير المدخلات على وعي كما وضحنا في هذه الحلقة. ثانيا، تلميع الحداثيون، وذلك من خلال دعم الدعاة الكيوت الذين يؤولون الدين على هواهم، وذلك من خلال توفير المال والزمان لخطبهم بحيث ينشرون الدين السكر الخفيف قليل التكليف الذي تفعل به ما تشاء دون عقاب، ذلك الدين الذي تفعل به كل الأمور التي تهواها، الذي يخبروك به عن الجنة ويتغاضوا به عن النار، الذي يخبروك به عن الدنيا ويتناسوا الآخرة، الذي يحدثوك به عن الجزاء وينسوا العقاب، ذلك الدين الإنسانوي المحلى بالإلحاد الذي شعاره الحرية المطلقة للإنسان، والذي تجد الأغلب يتبعه هذه الأيام حتى دون أن يدرك، وربما أنت واحد منهم. تجد هؤلاء الدعاة يذكرون لك الجزاء ويتغاضوا عن العقاب، يذكرون لك آية إن الله غفور رحيم ولا يذكرون لك بداية الآية. قال تعالى اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. فقاموا بتهميش النصوص الدينية في نفوس الشباب وإقناعهم بالتطبيع مع كل أشكال الانحرافات الفكرية بدعوى الحرية المجتمعية، فتجد هؤلاء الحداثيون يقبلون ظاهرة مثل ظاهرة الشواذ ولا يمانعون الاختلاط بين الجنسين وغيرها الكثير من الأفعال التي نشهدها اليوم في واقعنا كشباب مسلم، بل وصل بهم الأمر إلى الترحم على الملحدين فانخدع بهم الكبير والصغير. فتجد الشاب والفتاة إذا قال لهم والديهم مثلا لا تفعل ذلك يقول لو سمحت أنا حر، أنا إنسان حر،
لمطلق الحرية، ونسوا قول الله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني أن يفعل ما يشاء في الدنيا على هواه تحت مفهوم الحرية المطلقة. أيظن الإنسان أن يترك هملا لا يؤمر ولا ينهى ولا يحاسب ولا يعاقب؟ جملوا سورة الحداثيون لدرجة أصبحت تقتنع بكلامهم وكلام شيوخهم ولا تقتنع بكلام الأصوليين أصحاب الدين الحقيقي. يقول الدكتور هيثم طلعت المختص بالرد على الشبهات إن أكثر موجة فكرية تهدم الأمة الإسلامية اليوم ليس الإلحاد ولا العلمانية، وإنما تأويل النص الشرعي بإخراجه عن سياقه ومدلوله. ثالثا، مرحلة بناء الدين الجديد. بعد تشويه صورة الأصوليين وتلميع الحداثيين جاءوا إلى التقليديين أمثال الأغلب منا وأخبروهم بكل حب ما يلي: ما رأيكم بدين جديد يجمع كل الأديان تحت شعار كل الطرق تؤدي إلى الجنة؟ ثم اقتربوا من أذنك وهمسوا: إن كنت مسلما أو مسيحيا أو حتى يهوديا، حان الوقت لنتحد جميعا ونبني دينا جديدا، دين مبني على المحبة والتسامح، فكل الطرق تؤدي إلى الله وكل الطرق تؤدي إلى الجنة. ثم أخبروك عن مصطلح الديانة الإبراهيمية، هو مشروع أساسه العامل المشترك بين الديانات الثلاث باعتبارها أديان إبراهيمية نسبة إلى النبي إبراهيم عليه السلام. ونتيجة هذا المشروع أصبحت الآن تجد شباب تفعل المنكرات بدعوى الحرية الشخصية وتخبرك بكل بجاحة الصلاة غير مهمة فقط لا تؤذي الناس، وإذا ناقشتهم بآيات وأحاديث يشككون بها وبتفسيرها بسبب ما سمعوا من الحداثيون من تفاسير جديدة للقرآن والسنة. والمحصلة تجدهم يأخذون من الدين ما يتناسب معهم وينسوا الباقي، بل ولا يقتنعون إلا بكل ما هو مادي وملموس. وهنا فتح باب الإلحاد على مصراعيه. بعد انتشار الدين الكيوت ارتفعت أعداد الملحدين في الوطن العربي، لذلك وجب علينا التمسك بالكتاب والسنة دون تحريف أو تأويل، فهذا هو ديننا يجب أن نتمسك به. ونحن نقرأ القرآن الكريم يمر علينا قصص لأمم وحضارات غرهم تقدمهم فقاموا بتألية أنفسهم، فمنهم من قال: ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر، ومنهم من قال أنا أحيي وأميت. فماذا كانت نهايتهم جميعا؟ زالت حضاراتهم وفنى ملكهم وأصبحوا الآن جميعا تحت التراب. فلذلك مهما رأيت لا تحبطك كل هذه الفتن ولا تبتئس ولا تنسى مهمتك الأساسية وهي عبادة الله كما يريد الله. فنهاية كل من يتعدى على دين الله وأتباع الله أكيدة ومحسوبة.